السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي راكم خوتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبنا لكم كل ما هو جديد وحصري عن أخبار وأسعار السيارات في الجزائر. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ديرونا جيم للفيديو تشجيعا باش نستمروا في نشر المزيد. أبونيو في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. خوتي عليكم بالدعم وعلينا بالخدمة. نبدأ على بركة الله. نشر الصندوق الوطني للتقاعد بيانا حول الوثائق الثبوتية التي يجب تجديدها من طرف المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد. وأكد الصندوق أن تجديد الوثائق هو إجراء إداري عادي يقوم به المستفيد من منحة أو معاش تقاعد، يثبت من خلاله أحقيته بمواصلة تقاضي المنحة أو المعاش. ويتم تجديد الوثائق الثبوتية بإحدى الطرق، منها استخدام منصة الهاتف المحمول تقاعدي، أو استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه، أو التقرب من مقر الوكالة المحلية. ومن أجل تسهيل عملية التجديد وجعلها أكثر مرونة بالنسبة للمتقاعدين، وضع الصندوق تطبيق تقاعدي تحت تصرفهم. وفي كل عام يضطر المتقاعدون إلى التنقل لإحدى الوكالات لإثبات أنهم ما زالوا مستوفين للشروط المطلوبة للحصول على معاشاتهم التقاعدية. وأصبح اليوم بإمكان المتقاعدين إثبات أهليتهم عن بعد من خلال إجراء التعرف البسيط على الوجه عبر تطبيق تقاعدي. وللتسجيل في تطبيق تقاعدي يجب على المتقاعد أولاً التنقل إلى إحدى وكالات الصندوق مرفوقاً ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. ولتوضح أكثر لعملية تجديد الوثائق من خلال استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه، عير الهاتف النقال، اضغط على الرابط التقاعد.